هنا بعد ما مسوي كليجة العيد. تعالوا اشوفكم طريقتي اللي معتمدتها انا حتى بشغلي. شوفوا الهشاشة تجنن، راح تصير عندكم ادمان. حبايب كيلو طحين الفاخر الكويتي كامل كله نخليه، ويا 2 قالب زبدة لورباك 400 غرام، و6 ملاعق حليب جاف، وملعقتين هيل، ورشة ملح، ورشة شكر، ونص كوب دهن، ونخلطهم بالخلاط لحد ما يصير عندنا الخليط رملي بهذا الشكل. نخلي عليهم 1.5 كوب ماء كامل، نرجع نخلطهم لحد ما تقريبا من 5 إلى 7 دقائق لحد ما تصير عندنا العجينة جاهزة وكاملة. طبعا العجينة ما تتخمر، مباشرة تشتغلون بيها. شوفوا بهذا الشكل راح تطلع عندنا تجنن، وبياضها يجنن. ليش؟ لأن الدهن أنا ما أحميه بارد وأخلي. هنا أنا بعد ما شكلتها وحشيتها بصفار بيض مسحت الوجه وطلعت عندي بهذا الشكل.